السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى عصير مانجا منعش ولذيذ. هنعمل كمية كبيرة من حبتين مانجا صغيرين، وهقول لكم على سر محلات العصير. بسم الله. معايا حبتين من المانجا صغيرين زي ما انتم شايفين، والمانجا هنا نوعها سكري. أحسن نوع مانجا ممكن تعصروه المانجا الزبدية الطرية أو السكري، بتديني كمية كبيرة من العصير وطرية كده زي ما انتم شايفين. غسلتها كويس قوي ونضفت القشر لاني هستخدمه مش هرميه. ببتدي بقطعها بالسكينه، بتتقطع بمنتهى السهوله لانها طريه، وهنزل كل اللي موجود فيها. وهنا بعد ما خلصت تقشير المانجا، دي الكميه اللي طلعت عندي، والقشر طبعا محتفظه بيه زي ما قلت لكم، انا مش هرميه هستخدمه. والبذر نضفته كويس قوي، ده اللي هيترمي. باخد قشر المانجا وبحطه في الخلاط، وهضيف معاه لتر من الميه، مش بضيف سكر، وهبتدي اضربه في الخلاط لمدة دقيقتين 3، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. ده شكل القشر بعد ما اتعصر، كأنه عصير مانجا. شايفين لونه وقوامه على فكرة مش خفيف. هاخده دلوقتي واصفيه بمصفى سلك تكون ضيقة، وهنزل بيه على قطع المانجا اللي انا مجهزاها للعصر. صفيته كويس قوي، وده اللي اتبقى، ده القشر هاخده وارميه. بقى العصير عندي صافي مفهوش اي شوائب مع قطع المانجا. وندخل بقى على سر الصنعة والمكون اللي بيضيفوا أصحاب محلات العصير لعصير المانجا. بيضيفوا البطاطا. هنا عندي حبة بطاطا مسلوقة ومتقشرة، الحبة هنا متوسطة. انتوا ممكن لو عايزين تزودوا الكمية تضيفوا حبة بطاطا أكبر من كده. بقطعها لقطع صغيرة. البطاطا متوفرة طبعا في السوق في أي وقت، ومش بيبان طعمها خالص مع عصير المانجا، بالعكس بتدي تقل ولون حلو، وطبعا فيها قيمة غذائية كبيرة، غير الناس اللي بتضيف نشا او تضيف جيلي. لا، انت هنا بتزودي العصير وبتدي قيمة غذائية للعصير كمان اكبر، وما بيأثرش على الطعم. وهنا نزلت على البطاطا بقطع المانجا وعصير قشر المانجا المتصفي، وهضيف عليهم السكر حسب الرغبة، ممكن تزودوا او تقللوا. وبنزل عليهم بلتر من المية. هاخدهم دلوقتي واضربهم في الخلاط لمدة دقيقة، مش ببالغ في الضرب عشان احافظ على قطع المانجا ما تتهريش قوي فيه، والعصير ينزل معاه قطع مانجا كده صغيرة. وده شكله بعد ما ضربته، لونه جميل والقوام تقيل، والطعم كمان مفيش احلى من كده، احلى كمان من اللي بنشربه في محلات العصير. يلا جربوا الطريقة دي، انا واثقة انها هتعجبكم وهتعتمدوها على طول. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.